احلى طريقه فراخ ممكن تجربها. ورقه وقلم بس كده واكتب ورايا، بس قبل ما تكتب ورايا صلي على النبي ويلا بينا. هنحتاج زيت، كركم، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، مكعب مرقه، زعتر، صلصه طماطم، عصير 5 طماطمات. نقلب، ننزل بالفراخ، ممكن تستخدم وراك او صدور، دي حاجه ترجع لك انت. نخلط الخلطه بتاعتنا في الفراخ ونحاول نغز الفراخ بحيث ان الخلطه بتاعتنا توصل لقلبها وتوصل لكل جزء فيها. ما علينا من اللي حصل. وبس كده هنوديها الفرن على درجه حراره 250 في رف وسط لمده ساعه الا ربع او ساعه. وتعالوا بينا يلا نعمل الرز البسمتي. هنحتاج نص كيلو من الرز البسمتي وهننقعهم في ميه لمده ساعه ونص. نجيب البوتاجاز بتاعنا وننزل عليه بالحله بتاعتنا. ننزل بربع فنجان من الزيت، حبهان، ورق لورا، مرق الدجاج، كركم، ملح، معلقه من بهارات الكبسه، فلفل اسمر. ونقلب البهارات على بعض كده لمده 10 ثواني، ما نطولش عن كده علشان البهارات ما تنحرقش. ننزل بالرز البسمتي المنقوع ونديه كام تقليبه. ننزل بالميه بتاعتنا، لازم تكون الميه اعلى من الرز بمقدار عقلتين. اللحظة دي مستنيها من سنين أو من ساعات، أنا مش متأكد. ودي يا فنان. لازم أنزل بأي حاجة فوق كده يعني تديها منظر جمالي رائع. يا سلام، أنا مبسوط، أنا مبسوط. يا الله. ودي. حادي بادي كرنب زبادي شاله وحطه كل علاتي. هاخد دي. ودي يا فنان. شويه من الصلصه دي كده، شفت الصلصه يعني الصوص الحلو ده جامد قوي على شويه رز بسمتي كده. ايه ايوه يا فنان. هنديها كده شويه صوص. ايوه ايوه. جربوها هتعجبكم. ويلا اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.